وانت عيونك ورسمت اللي بعده الحب بعدك انت اللي كنت على حالك يمكن لكن على قلبي ولا عطش المني ارتوى ولا انت الحب يستاهل كده. بقى ايه رأيكم في الوصفة اللذيذة دي؟ ما تيجوا نجربها مع بعض وتشوفوا الوصفة دي اصلا مكونة من ايه. سهلة جدا وخطيرة بجد، اللي ما بيحبش الجندوفلي هيحبه بعد الوصفة دي. يلا بينا نشوف مقاديرها عاملة ازاي. انا بس هجرب لكم واحدة كده، بصوا عاملة ازاي. يا نهار ابيض، خطيرة خطيرة. يلا بينا بقى نشوف الوصفة مكوناتها ايه. بصوا انا بجيبه كده في شبك الجندوفلي، فبحط طبق فيه ميه وببدا احطه زي ما هو كده بالشبكه دي. بنسيبه طبعا، انا عايزه اوريكم بس. بصوا منزل ايه، طبعا مليان اتربه كتير جدا. هنملى الطبق ميه تاني، ننضف الطبق. بعد كده ملينا الطبق ميه نضيفه، هنبدا ننزل بقى بليمون. ليمون بقى كده 3-4 ليمونات بالقشر. وبعد ما عصرنا الليمون هنجيب بقى كده معلقه ملح، ربع معلقه كمون. هنقلب بقى كده. هنرجع تاني الشبك في المية دي. طب لو انتي مش جايبة الجندوفلي في شبك مثلا، بتحطيه في الطبق نفس ما انا عملت نفس الخطوات، بس بتشيلي الصدف ذات نفسه تنقليه في طبق تاني. ما تنزليش المية كده من عليه، لان كل الاتربة اللي في ارضية الطبق هتبدأ ترجع تاني في قلب الجندوفلي. واحنا طبعا لما بنحطه في المية بصوا بيبدأ يفتح كده. اللي بيفتح ده اللي بيبدأ يتفتح كده حتة بسيطة قوي، الفتحة دي معناها ان دي السليم. انما اللي بيبقى مقفول ده بيترمي، ما بيستخدمش، لانه بيبقى جواه اتربة من قاع. بقى المية دي او المحلول ده هنسيبها كده ربع ساعة، وبعدين نرجع نغسل الشبكة كده، ننزلها تحت المية الجارية كده، عشان برضو نبقى غسلناها كده قبل ما نحطها في المية كده. ودي الشبكة التانية. بعد بقى ما حطينا الشبك في المية اللي هي اخر مرحلة للغسل، هنبدأ نقطع بقى الشبك. بعد كده بصوا لما بتكوني برضو جايباه سايب، يعني من غير الشبكة، بتطلعيه كده من المية وتحطيه في حاجة نظيفة كده. بعد كده هندلق المية دي. شايفين المية برضو فيها شايفين كمان كده. ونرجع الصدف تاني في الطبق. وبعد ما غسلنا الصدف شايفين المية بقت بيضة ونضيفة ازاي. علشان لازم تتأكدي تكرري ان انتي تغيري المية كتير، بانك تشيلي الصدف وتنقليه في طبق نضيف وتدلقي المية، وبعدين تكرري تحطي مية تاني نضيفة وتحطي لحد لما معاكي يبقى المية بيضة ونضيفة جدا. هنعصر بقى ليمونة كده ونقوم نديلها تقليبة ونسيبها في المية. ويلا بينا نبدأ وصفتنا. اول حاجه بقى احنا هنعمل طبعا شوربه جندوفلي. فهناخد معلقه زيت، معلقه واحده بس، معلقه كبيره، عليها قطعه زبده. وبعد كده عندي بصلايه صغيره او بصلايه وسط، عشان انا عامله شبكتين. انتي لو عندك شبكه واحده بس يعني فيها كميه جندوفلي صغيره، حطي بصله صغيره. هنخليها صغير، احنا مش عايزين نفرمها، بس عايزينها تبقى متقطعه صغير جدا. وعندي 5 فصوص توم انا مقطعاهم شرائح. هنيجي كده نحطها في الزيت وهنبدأ نقلب كده في البصل، نشوحه كده، نديله تشويحة حلوة مع الزبدة. نقلب. التوابل بقى عندنا حسب بقى اي توابل انتي بتحبيها. انا هنا هحط في الوصفة نص معلقة فلفل اسود، معلقة ملح صغيرة، عندي نص معلقة كمون، عندي معلقة الا ربع شطة حمراء ممكن تستغني عنها، عندي رشة حبهان مطحون، واحدة حبهان صحيح، وعندي 1 فلفل حار. ممكن تستغني عن الحاجات الحارة اللي في الوصفة. وبعدين ندي تقليبة كده. الله على الريحة. هننزل بقى بالجندوفلي، وبعدين بقى بنقلب. انا بسمي الوصفة دي وصفة الجواهر. سامعين بقى الصوت؟ انا بس مش عايزة اخلي الفيديو صوته مزعج، بس احنا بقى بنقعد نقلب كده علشان عايزينه يتشوح مع البصل تشويحة بسيطة كده مش كتير.
عشان الصدف ما يتكسرش كده. شوح فيه بس كده ايه دقيقه وارجع لكم تاني. بصوا بقى اول ما الصدف يبدا يفتح كده يبقى كده معناها ان احنا هنبطل نقلب فيه بقى، وننزل بجزرايه كبيره مبشوره. وعندك كرفس، بس الكرفس انا زي ما قلت لكم علشان مش بلاقيه كتير فبفرزه، يعني ده كده كان فروزن. اوكي، وبعدين هنديله بقى ايه تقليبه كده. احنا مش عايزين نقلب فيه كتير عشان الصدف ما يتفتحش ويتكسر معايا. هنقلب كده بس. يا لهوي على الريحه بجد، الريحه تجنن تجنن تجنن. لو مش بتحبوا الوصفه دي تحبوها جدا لو عملتوها بالطريقه دي، تدخل قلبي بجد. فكرت. هننزل بقى ايه بنص كوبايه الميه المغليه. بسم الله. والله انا عايزه اقول لكم ان انا بحب الحاجات اللي فيها صدف والكابوريا والحاجات دي. يا نهار ابيض بجد، الواحد بيبقى عايز يغني بجد. سيبها بقى ايه تغلي كده، نغطيها بالظبط 5 دقايق وبعدين الوصفه بتاعتنا جاهزه. كده بقى ايه احنا هنشيل الغطا. جاهز معانا الجندوبلي الرائع، اكثر من رائع والله. وبكده تكون خلصت وصفتنا بقى، ونحط الليمون. الوصفة يا جماعة بجد انا مش قادرة، انا بحب اغني قدامها قوي مش عارفة ليه والله. يعني بجد بصوا انا بس علشان ماسكة الكاميرا فمش عارفة اصور لكم وانا باكل الحاجات الاكتر من رائعة دي. ندوق بقى. خطيرة خطيرة. ده غير بقى الايه الشوربة. بصوا يا ريت تجربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه اعمل لي سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.